اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناه خديجه ستوريز. نتمنى هذه القصه يا ربي وانتم كتسمعوها تكونوا في احسن احوالكم يا ربي. اليوم قصه سمر اللي عانات بزاف من الخيانه الزوجيه ديال راجلها. المهم تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر. بالنسبه لسمر كانت كتعيش مع واحد الاسره اللي كانوا سعداء في حياتهم، هما بنات وولاد، والاسره الصغيره سعيده ومتماسكه. وبطبيعه الحال حتى الاسره الكبيره لا من عمامها ولا من خوالاتها كلهم متماسكين وكيهزوا ببعضياتهم بعض. يعني كانت الامور عندهم مزيانه. سمر بقات كتقرا حتى وصلت للسن ديال انها خدات الدبلوم ديالها، وبقى ليها دير غير ستاج. جا فيها واحد الخطيب. هذاك الخطيب اللي جا ما كتعرفوش هي، ولكن من المعارف ديال ماماها فرضاتو عليها وزيراتها، قالت لها هذا هو اللي غيناسبك. قالت لها شوف ماما، ما كاين ما نخبي عليك، انا كنبغي ولد عمي رشيد. قلت لها شوفي واش انت حماقيتي؟ قلت لها واش رشيد شحال بينك وبينه 3 سنين باقي حتى الخدمه ما خدمهاش. فين هي الخدمه؟ فين هو ستاج؟ فين هو الطرسام؟ فين هي باش يشري الدار؟ فين باش يشري الطوموبيل؟ قلت لها واش انت حماقيتي؟ قلت لها ما يمكنش، هذا اللي جبت لك انا هو اللي غتاخديه. المهم بقات فرضاتو عليها بزاف، بكات تعيات وشبعات بكا، ولكن الام ديالها كانت مصره كتقول لها مصلحتك في رايي انا. المهم فرضاتو عليها. ملي تقابلت معاه الراجل محترم كيدوي معاه باحترام. المهم حاول انه يجبدها قدامه يعني لعندو، وتزوجت به. مني تزوجت به سمعها رشيد اكتئب ومرض وبقى كيبكي. وبطبيعة الحال مرض مزيان لدرجة ان حتى العرس ما حضرش ليه. كيقولوا ليه مالك ما جيتيش؟ كيقول لهم انا مريض، لان الاخبار ما كاينه في راس حتى شي واحد غير البنت اللي قالتها ماماها بوحدها فقط. قالت لي انا غنعترف لك، راه انا ورشيد راه حنا على علاقه وكنبغيو بعضياتنا. ايوا المهم هو ما حضرش بحجه انه مريض، وبالفعل كان مرض لانه ضاع منه الحلم ديالو. المهم الراجل بالفعل كان موفر لها الدار، كان موفر لها الطوموبيل، اي حاجه بغاتها تلقاها. بالنسبه للخدمه قال لها بغيتي تخدمي لراسك، بغيتي يعني شي حاجه تشريها لراسك خدمي، اما انا راني كافيك. وهكاك نيت مني مشات لقات الكلام داكشي اللي قالوا ليها هو اللي كاين. اختارت انها تخدم باش تسلى ودوز واحد الوقيته وتشري ليها الحاجات اللي غادي تبغي هي، يعني شي حاجه خاصه بها هي. وبالنسبه ليه هو موفر ليها كل شيء، وكانت عجباته لانها كانت زوينه بزاف وكانت عندها اخلاق عاليه، وكان مرتبط بها بزاف لدرجه انها غير الا كان شي اسبوع ولا شي خرجه مع صحاباتها ولا يتقداو يديروا الشوبينغ ما كيبغيش. كيقول لها انا الاسبوع كامل كنتسنى هاد السبت والحد باش نبرك معاك، انتيا تخليني وتخرجي؟ لا ما يمكنش. ايوا المهم كيبقى مزيره، يعني في الاخر كيخليها كتخرج، ولكن كتخرج وهي عندها يعني ديك الخاطر ديال ان راجلها ما بغاش تخرج. يعني كان مزيرها من هاد الناحيه، ولكن كانت كتمشي لشي حاجات اللي هي ضروريه. المهم بقات على العيشه هكا كتعيش هي وياه الصراحه بسعاده، ما مخليها ناقصه حتى شي حاجه، ولكن كان عنده داك الحب ديال الخانق اللي كنقولوا في السبت والحد. حتى لواحد النهار خت سمر الكبيره كتصل بها وكتقول لها شوفي راه سميه خاصها دير ستاج ولقيناه في المدينه عندكم، واش ممكن ما غاديش ديرونجيكم الا جات دير عندكم ستاج؟ قلت الله يودي على ديرونجيني. قلت له وانا راه بوحدي. قلت لي علاش غديرونجيني؟ جيت تونسني. وثاني حاجه قلت لها راه اختي وكابرين، يعني ما بيناتناش الفرق بزاف ديال السن وكنلبسوا مع بعضياتنا وحنا مصاحبين. بالعكس داك هو النهار الكبير اللي غادي تونسني فيه. المهم سميه جمعات حويجاتها وجات عند خالتها، وكانت العيشه عندهم مزيانه، كانوا مهلين فيها. اللي خصاتها كتشريها ليها وكتقول لها بين ما خدمتي وكملتي السطاج ديالك وخدمتي انا اللي شريتها لراسي نشريها لك، ولا بغيتي الكوافوره، بغيتي لبسه، بغيتي صبيبطات، يعني اللي بغيتيها قوليها لي ما تقوليهاش لاختي. انا مقلداك كتقوليها صافي انا غادي نقول لك غير انتيا. المهم بقات كتهلا فيها، هادو فيليلات، هادي كوافوره، هادي مانيكير، المهم مهليه فيها كتخليها كتمشي من انت كان لي ستاج. المهم راجلها كتشوفوا ان
ما بقاش يحكر عليها بداك السبت والحد. الا بغات تخرج غير تخرج ماشي مشكل. شويه كتبان ليها سميه حتى هي تبدلات بالطريقه ديالها. سميه كانت بنت متخلقه وكانت محتشمه وكانت يعني كتحشم. شويه ولات كتبان ليها سميه حتى هي تبدلات، ولات تلبسها في شكال، ولات في الدار كتلبس بيجامات صدر معري، ولات شويه بيجامات مقزبين، ولات كتقول السمر لا سميه راه ظريفه وراه غير خيده راحتها في الدار، لان ما كتجي من سطاج عيانه راه كتاخذ راحتها في الدار ما كاين والو. لما راجلها ولا ما كيديهاش فيها، بغيتي تخرجي مع صحاباتك ماشي كيف الاول. في الاول كان خانقها السبت والحد خاصها تبقى معاه، دابا بحال شبع وقنع. هادشي اللي خدات سمر في راسها، يعني قالت صافي راه ولف ويعني عيا معايا صافي، ولا كيخليها كتخرج مع صحاباتها والامور كلها مزيانه. اللي خصات في الدار اللي ليها ولا السوميه كتجيبها. وبالنسبه لراجلها حتى هو ما مخصصهم حتى شي حاجه، وكيشري لسميه اللي خصاتها وكيعطي لمراتو فلوس زايده. كيقول لها هذه الا احتاجت سميه شي حاجه كتقول ليه لا راه ما محتاجين والو. كيقول لها شوفي الا بغات شي ساندويتش، بغات شي حاجه ديال البنات خليها عندك، الا بغات شي حاجه عطيها. والمهم كتفرح وكتقول زعما تهلا ليا في بنت اختي. بالنسبه لراجلها ولا دائما كيقول لها ملي تجي من الخدمه غير سيري ارتاحي، غير نعسي لك شي نص ساعه ارتاحي، وانا نوجد شي حاجه خفيفه ولا نكوموندي شي حاجه ولا نجيب ساندويتشات. المهم هو انك تنعسي ترتاحي باش تحافظي على الصحه ديالك، ما تبقايش تسهري بزاف. المراه ولات كتشوف ان راجلها ولا كيحاول انه باغيها غير تنعس وباغي ليها راحتها وتخرج فين ما بغات ماشي مشكل، يعني هكا. واحد النهار في لابخيميدي في واحد الويكاند يعني كتشوف راسها انها ناعسه، وشويه كتسمع واحد الصداع ضجيج ديال التلفازه مجهده بزاف بزاف في البيت اللي حداها اللي كتبات فيه سميه. هذاك البيت هو دايرينه بيت البراك، نورمالمون كيكون خاص بالاطفال، ولكن هما ما عندهمش الوليدات، دايرين فيه سديدرات وتلفازه ودايرين البيسي تما وكيبركوا، يعني كيقصروا فيه ويضحكوا فيه ويتفرجوا فيه تما، ومخلين الصالون مطرف. هو كتسمع يعني داك الصداع مجهد مجهد، كتفيق كتقولش هادشي واش عند الجيران، شويه كتقول لا راه عندي انا. المهم مشات غادي تحل البيت باش تشوف شكون اللي مجهد هاد الصداع ماشي كيف العاده. ملي كتحل كتلقى الباب مسدود، كدق 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 حتى جا راجلها وكيحل عليها. كيقول لها مالكي؟ ما قالت ليه انت اللي مالك؟ قال لها كنتفرج ومجهد. قال لك تعرفي الافلام السينمائيه كيكون فيهم الجهد، وهي تقول له فين هي سميه؟ قال لها راه واقيلا دخلت كدوش. المهم دوزات الامر عادي، ونضت كتحس راسها عيان وثقيله، ما هياش ماشي كيف عادتها، ما نعستش مرتاحه. المهم بركات كيقول لها مالك ياك لاباس؟ قالت ليه غير فقت مفزوعه. قال لها صافي بركي بركي ما طيبي حتى حاجه، نكومونديو على شي حاجه تجي حتى لهنا. المهم دازت الامور هي هذيك. بقات تاني رجع داك 2 و3 ولا 4، مشات تاني كتخدم كيف العاده. داز عليها واحد 15 يوم تاني نعست في البيت، وقالت غادي نمشي نرتاح واحد شويه، عاد نوض نشوف ندير اشنو يتقدى. المهم مشات الحمام جات كترتاح شويه، كتلقى تاني الصداع نفس الشي بحال داك النهار. ناضت خرجت كدق 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 في الباب، حل 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 حل، راه الباب تسد عليا، حل الباب تسد عليا، ما كيسمعهاش راجلها والتلفازه مجهده وما كاينش في هذا العالم. المهم هي نقزات من البالكون ديالها للبالكون ديال البيت الاخر اللي حداها اللي فيه التلفازه وفيه الصداع، لان عندها يعني بحال قلتي بيت البالكون ديالو ها هو، والبالكون ديال الاخر خارج عليه شويه، يعني بيناتهم واحد الزاويه قائمه. دارت خطوه من داك البالكون للبالكون الاخر. وبطبيعه الحال ملي كنكونوا ناعسين كنكونوا دائما حدانا التليفون كنهزوه معنا. ملي مشات كتشوف واحد المنظر اللي هو بشع 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 ما فيه ما يتشاف. راجلها مع بنت ختها في واحد الوضع اللي هو غير لائق، كيعاشرها معاشره الزوجه ديالو. المهم شي اصوات ديالهم مغطين عليها بداك الصوت ديال التلفازه اللي هو مشهد، ولات هي كتصور فيهم باش كتاكد يعني خدات الدليل، حيت كتقول حتى شي حد ما غيصدقني. صوراتهم بهذاك المنظر البشع. المهم مني بقات صوراتهم والسالات بقات كدق 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 حتى حل على راجلها،
وشدات بنت اختها كلاتها، عطاتها قتله ديال العصا وضرباتها وطيحاتها، يعني تكرفصات عليها وبقاو بينين على دوك الكدمات، وبانت عليها واحد الضربه اللي جاتها في القنت ديال الباب على الجبهه ديالها. المهم البنت خالتها ناضت مشات كتهرب، مشات عند صاحبتها، ومن عند صاحبتها مشات ديكلارات بها كتقول لهم انها خالتي راها يعني سبقاتها، كيقولوا ضربني وبكى سبقني وشكا. مشات باش ما تبانش انها هي ما في بالهاش راها صورات، ولكن مشات كتقول الشرطه راها خالتي سبات فيا شي سرقه وانا ما سرقت ليها حتى شي حاجه، وضرباتني واشنو دارت لي واشنو دارت لي، دارت شهاده طبيه. المهم والامور هكاك. هي السمار جمعت التليفون ديالها وما قالت لا صورت لا والو. راجلها بقات مضاربه معاه بعد ما مشات سميه لعند صاحبتها ودارت هادشي، بقات ديما مضاربه معاه، خرج عليا خرج عليا. قال لها ما خارج ما خارج، انتي اللي مخلياني وانتي اللي كدا وانتي كتمشي مع صحباتك. واش قالت لي ماشي معناه انني كنخرج نمشي مع صحباتي انك دير اللي بغيتي وفين مع بنت اختي. قالت لي الا ما خرجتيش غنخرج انا اللي غادي نخرج. مشات عند والديها ودات التليفون ودات حوايجها اللازمه، ولكن ما قالت لهم والو لان خافت من الصدمه على امها وعلى اختها. يعني الا مشات حتى قالت لختها راه بنتك هاش دارت مع راجلي، اختها غادي تموت فيها. المهم بقات باركه مع راجلها، والاخرى بقات باركه مع صاحبتها. الراجل بقى بوحدو في الدار. واحد النهار كتجيها الاستدعاء بان ضربتي بنت اختك وكذا وكذا وكذا، وانك سبيتي فيها سرقه واللي هي ما سرقاتهاش، واش عندك شي دلائل، واش عندك هذا. المهم الدار والعائله ساقوا الخبر لان الاستدعاء جاتها على دار والديها. هذيك الساعه قالت الام ديالها ماما راني ما سبيت فيها لا سرقه لا والو، راه هاش كاين هاش كاين هاش كاين هاش كاين. المهم جوستيفيات العائله وقالت لهم راه شنو دارت شنو دارت وشنو دارت، ومن شحال هذه وانا كنحس بها كتبدل وكنقول لا سميه ما ديرش هكاك. المهم ورات ماماها التليفون بالتخبيه وقالت لي ما تقوليهاش لاختي حيت اختي غادي تمشي فيها. امها ولات كتنتف في راسها ولات كتضرب في وجهها كتقول لها ويلي. المهم راكم عارفين العيالات على شوها وعلى فضيحه. قالت لها غبري عليا هذا المشقوف. المهم الام مسكينه ولات كتغيب وكتوقف وكطيح وكتغيب وكتعاود يفيقوها لان منها ولداك الصدمه اللي شافت. المهم قالت لها امي انا وريتك غير باش تصدقيني، كتعرفيني كنصارحك بكل شيء. قالت لها صارحتيني يا بنتي ما عليك حتى شي حاجه وما عليك حتى شي ذنب، غير خبي عليا داك المشقوف حيديه. المهم ملي مشات للاستدعاء ديالها مشات وراتو لواحد الشرطي اللي كان كيسالها وكيقول لها سرقات لك وضربتيها ودرتي ليها. مني وراها هذاك الشريط، مني وراتو داك الشريط يلاه بدا كيشوف. قال لها صافي حبسي، قال لها صيفطي لي هذاك الفيديو باش ما يضيعش ليك ولا يتسرق منك، صيفطي لي في البورطابل عندي ها الرقم. المهم صيفطاتو ليه باش يبقى جوستيف عندها وعنده. يعني البوليس قالوا لا ربما يسرقوا ليها شي واحد وما بقى عندها حتى شي دليل، وتولي هي متهمه بانها ادعاءات كاذبه بالسرقه والضرب والجرح وكذا. والمهم هكا كان رجعت لدارهم. اختها مامات سميه كتقول لها شنو هاد الشيء اللي درتي في بنتي، وياك هي بحال بنتك، واخا بيناتكم مع 3 سنين راها بحال بنتك لانك انتي خالتها، وعلاش ضربتيها وبنتي ما كتسرقش وانتي عارفه اخلاقها. المهم بقات عليها حتى اعترفت لها بالحقيقه كما هي بانها شافت بنتها كتفسد مع راجلها. قالت لها انا ما كنتش باغا نقولها لك وهاش كاين هاش كاين هاش كاين، وكاين شريط فيه الدليل لا بغيتي نوريه لك نوريه لك. قالت لها توريه ليا. مني شافتو حتى هي تصدمات ومرضات وولات في الاطباء، ومن بعد داك العصب واللون ديال الجلد ديالها ولا كيحمر، ومن بعد مرضات بديك الفقصه حتى تصابت بواحد السرطان اللي جاها ركبها على الاعصاب لان تعصبات ولات كتقول شو بنتي اش دارت في اختي وضيعت ليها حياتها ومستقبلها. المهم السميه بقات كطيح ونوض طيح وتنوض مع المحكمه هكذا هكذا. المهم حتى لقات راسها حامله في 3 شهور. كتقول انا ما عرفتش راسي حامله وكنطيح وكنوض كنقول راه غير من ستريس غير من العيا، يعني كتجي هذيك الدوخه وكتنوض. قالت راه غير من الفقصه. المهم راجلها مني سمع مراتو راه حامله
قال ليها بلا ما نكملوا اجراءات الطلاق بنت الناس رجعي، انا راني عارف قيمتك وعارف كش كتسوي، رجعي. قالت ليه اللي غدرني مره ما عندي ما ندير به، راه يغدرني 1000 مره ومعامل مع بنت اختي، هذاك الرجوع اللي ما نرجعش ليك. وولدي ها هو عندي، وقت ما بغيتي تشوفوا شوفوا، بيناتنا المحاكم، المهم ما بغاش ترجع ليه. بالنسبه لبنت اختها ساءت الظروف ديالها، ولات ما بقاتش كتعيش معاهم، يعني ما عندهاش الوجه اللي غادي ترجع للعائله ديالها او للمدينه ديالها. ولات عاشت مع شي واحد اللي كان راجل خالتها سمعها كدوي معاه. مني عرفها انها فقدات البكاره ديالها ديجا مع شي واحد، ولا صافي تا هو كيتقرب منها، ولا تا هو كيعاشرها معاشره ديال وحده فاسده، لانه استغلها. يعني ملي سمعها ولقى عليها داك الدليل، ولا كيفرض عليها انه يمارس معها ولا يقولها العائله ديالها وخالتها. ولات البنت كتقبل انها كتمارس معاه، هذا الشيء اللي وقع. والبنت كانت حتى هي سهله. ملي وقع هذا المشكل صاحبتها ما بقاتش شداتها اللي كانت هربات عندها في الاول، ولات مشات عند داك صاحبها اللي كانت يعني فسدات معاه في الاول، وهو كان السبب في فقدان البكاره ديالها. المهم ولات علمات الكارو، ولات علمات كتخرج الطريق، يعني ولات خرجت لطريق الفساد، الشيشه، الصهير، يعني زادت الطين بله. الاخبار كتجيهم مره مره وهما كيتفقسوا، امها غير كتزيد كتمرض، امها غير كتزيد كتعصب، كتقول لها بنتي سميه ما كانتش هكا، ما عرفتش شنو وقع ليها. بوي فين ما ولات كتجيهم الاخبار بانها كانت في هاد البلاصه، كانت في هاد البار، كانت في هاد البلاصه، الام ديالها كتزيد كتمرض حتى ماتت مسكينه، ماتت من الفقس ومن الغديد وبالسرطان. بالنسبه لسميه ولات مكروهه من العائله، لان كل شيء ساق ليها الخبر، لان داكشي كان وصل للمحاكم، يعني دارت بوم، حتى شي حد ما بقى كيحملها ولا تجرأ انها تجي عند شي حد ولا تعيط لشي حد في العائله نهائيا. حتى لواحد النهار جاتها الخبر بانها دخلها داك الطليق ديالها، دخل سميه، ولكن ما كملتش مع السيمانه، لان شافها انها فسدات بزاف، ولات مخدرات، ولات الشيشه، ولات يعني تبدلات بزاف بزاف. صافي ما كملش مع السيمانه جرى عليها، يعني رجعات عند داك الصاحب ديالها لان ما عندها فين تمشي، ولات كيف ما قلت لكم مشات في ديك الطريق الكحله ديال السهر الليل والفساد. بالنسبه للسمر كرشها بدات كتكبر بشويه بشويه، والعائله ديالها كانوا فرحانين بها. كيف ما قلت لكم العائله ديالهم متماسكين، يعني حاولوا انهما يعوضوها على داك الشيء اللي شافت، ووقفوا معاها ماديا ومعنويا. اي حاجه غادي تحل عليها فما كتلقاها قبل ما تشريها، ولو انها هي خدمات تما في ديك المدينه في الدومين ديالها، يعني اي حاجه تمناتها كتجيها. وقفوا معاها ماديا ومعنويا لعل وعسى غير تنسى داكشي اللي داز عليها. والام ديالها مره كدور وكتقول لها سمحي لي يا بنتي، انا السبب، انا اللي فرضت عليك هذاك الراجل. كتقول لها ماما راه المكاتب هادو ما عرفنا ربي اشنو مخبي لينا. المهم قالت لها انني ما درت شي حاجه اللي هي خايبه وتغضب سيد ربي، ما عليا غير بالصبر، وها ربي رزقني بوليد كيف ما كان غادي يقول لي ماما. بقات هكاك، يعني بدات كتنسى وبدات كتعيش الحياه، بدات يعني خرجات من داك الحزن وبدات كتنسى، يعني ولات كتفكر غير في الكريشه ديالها ووليدها اللي كانت الطبيبه قالت لها عندك والو، ولات كتفرح بيه، ولات كتخمم ليه مستقبله، يعني ولات نشيطه وما بقاش عندها داك الهم. الحاجه الوحيده اللي قطعت لها في قلبها هي اختها اللي ماتت بسبب الفقصه. وبالنسبه لبنت اختها بقات فيها لانها ضاعت وضيعت حياتها، ولكن ما يقدروش يرجعوها لان صافي هذيك فسدات وخرجت الطريق. المهم وصلت 9 اشهر، ولدات في احسن كلينيك، فرحوا بها العائله، هما اللي داروا ليها السبوع، ما كيخليوهاش تحط يدها في بسطامه، برعوها. علاش؟ لان كيقولوا هو الراجل اللي غيوقف معها راها مطلقه منه. المهم معوضوها على كل شيء، داكشي اللي تمناه اي عروسه، ولكن نسات هي الراجل لان كتقول ما يستاهلش. كتقول لا حكمت لي المحكمه باش يشوف وقته اي وقت انا ما غنحرموش منه، ولكن الولد راه معايا مربي لان الحضانه ليا انا. هادشي اللي كان مبرد عليها وكان مفرحها. المهم بدا الوليد كيكبر بشويه بشويه، جداه اللي موت ماماه فرحات بيه، ولات هي اللي كتقابلو فاش ماماه سمر كتمشي للخدمه.
بقات سمر كتمشي للخدمه والام ديالها مقابله لهداك الوليد، ودخل ديك الفرحه، دخلت للدار بزاف وفرحوا باها فرح، خوتها اللي صار منها فرحوا. يعني كان داك الوليد واحد الوريده في الدار، يعني كنقولوا واحد الوريده اللي دخل عليهم واحد الفرحه بزاف بزاف، وهي نسات فيه الهم ديالها. صافي ولات كتخدم الامور ديالها مزيانه، دارت السياره ديالها خاصه بها، رغم انها شرات واحد لابارتمون. ماماها قالت لها ما تخلينيش وتخلي وليدك. جي قالت لها لا ماما بغيتك تبركي معايا، كتقول لها شوفي ما نخليش الحاج وما نخليش ولادي، سيري شري بارطمه ديالك، كريها ولا فرشيها وسديها، ديري مستقبلك، ولكن جي عيشي معانا، حنا محتاجينك بنتي وانتي محتاجانا. انا ما عنديش الصحه باش نبقى نمشي ونجي ما بين جوج ديور. قالت لها ماما داكشي اللي بغيتيه هو اللي غادي يكون. ايوا المهم داك الوليد كانت سماتو حسام، فرحوا بيه وكل شيء. يعني الامور تا هو بدا كيكبر ولا كيمشي للمدرسه، كتديه وكتجيبو جداتو. وواحد النهار حتى خرجات سمر من الخدمه ديالها، كتلقى واحد السيد كيقول لها العساس كيتسناها شي واحد على برا. كتقول وشكون هذا اللي غادي يتسناني على برا؟ ما عندي حتى شي حد اللي غادي يتسناني. المهم في هذيك السنين اللي دازت كانوا دائما كيجيوها الخطاب، كتقول ما عمرني ما نتزوج وما عمرني ما غادي نشوف يعني شي راجل من غير ديك التجربه اللي دازت عليا الكحله. صافي يعني ما بقاش كتفكر في الزواج. ولكن مني خرجات من الخدمه ديالها، قال لي هاد العساس هو السيد اللي كيتسنى فيك. مني كتشوف هزات راسها لقاتو ولد عمها، ولد عمها رشيد اللي كان كيبغيها. كيف شافها كيف بدا كيبكي، هي براسها بدات كتبكي، كيبكي وكيبكي وكيبكي، كانهما تعاودوا كاع داك الشيء اللي وقع ليها. يعني بداك الشيء اللي وقع ليها عاودته ليه وهو فاهمها وسايق الخبر اشنو وقع ليها. المهم قال لها واش قبلي اننا نمشيو نشربوا شي قهوه ولا نتغداو؟ قالت لي هي الاولى مرحبا، لانها كانت بالفعل كتبغيه وعارفاه شنو كيسوى وعارفاه كيبغيها حتى هو. مشات معاه شربوا قهوه وتغداو مجموعين ودواو. وقال لها شوفي انا راني من المطار جيت عندك، حتى شي حد ما عرفني انني راني دخلت المغرب. المهم جا عندها وجلسوا شربوا قهوه كيف ما قلت لكم، وتغداو وتعاودوا عاودوا التفاصيل كيف ما دوزوها. هو عاود ليها انه مشى بهديك الكونطرا اللي مشى بها، الامور كانت ديالو مزيانه، يعني ما تكرفس ما والو. والحمد لله الباترون ديالو عاونو صوب الوريقات وجا. قال لها واش تقبلي بيا الزوج، يعني نديرو ان ديك المرحله اللي تفرقنا فيها بحال ما كانتش، يعني نشطبوا عليها. قالت لي شوف ما يمكنش ليا نشطب عليها وانا راه عندي وليد. قال لي هذاك الوليد راه ولدي. قال انا بغيتك وبغيتو. ايوا المهم سمر بسهولة وافقت عليه، لأنها قلبها كيبغيه، وهو الوحيد اللي كانت كتبغيه رغم أنها تفرض على داك الزوج وكانت صيناه، كانت باقا يعني في قلبها داك العشق ديال رشيد. المهم وافقت عليه وقالت لي خاصنا نقولوها للعائلة. المهم داروا شي وقيته وتجمعوا كاملين العائله، لانهم كيف ما قلت لكم ملتحمين وشادين مع بعضياتهم. داروا واحد العشيوه على شرف رشيد. ورشيد ويقول لهم انا راني طالب راغب كنقولها لكم كاملين، انا راني بغيت سمر وكل شيء انا موجدو، عندي ورقيه نصاوب ليها ورقيها، وحتى ولدها الا وافق باه وسينا ليه نديوه معانا. قالت لي سمر انا نجاوبك قبل منهم، قالت لي انا قابله عليك وباغيك، ولكن راه ما نفوتش بلادي وما نفوتش المغرب. بغيتيني هنا، ما بغيتينيش هنا. صافي كلشي العائله فرحوا فرحوا فرحوا، ناضو كيعانقوهم كيتباوسوا معاهم، يعني واحد الحنان، فرحوا بهم وفرحوا، شافوا ديك الفرحه ديال سمر في عويناتها وشافوا الفرحه ديال رشيد في عويناتو. المهم اتفقوا فرحوا داروا العرس ديالهم. ولكن سمر بقات مصره على انها ما تفوتش بلادها المغرب لان مولفه المغرب. المهم داروا العرس ديالهم، داروا الامور ديالهم كامله. وبالنسبه للاب واخا تزوجات مراته ما طالبش بالحضانه ديال ولده، لان عارف ولده راه هو عايش في الامان ومهلين فيه وما غاديش يتهلا فيه، هو احسن منهم. ايوا كيف ما قلت لكم جاب الامور ديالو
جاب فلوسو مشى شرا واحد الدار اللي فيها مكازات، قال ليها ديري فيهم اللي بغيتي، يا كريهم يا اللي بغيتي ديري فيهم مشروع بيع وشراء اللي عجبك ديريه. الا ما بغيتيش خدمه ديال الاداره ديري مشروع ديالك خاص. المهم قالت لي شوف انا غادي غنكريهم حاليا، انا عاجباني خدمتي ومرتاحه فيها. وبالنسبه للدار فرشوها على ذوقهم بجوجهم، وكانت فرحانه 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 حيت هو وافقها انها تبقى هي في المغرب، وهو غادي يمشي يخدم، ومره يجي يمشي يخدم ومره يجي. وبالنسبه لها هي كانت كتمشي عنده في العطل، يعني فين ما كتكون شي عطله كتمشي عنده، سواء كونجي عطله ديال الوليدات كتاخد يعني واحد القسط ديال الراحه وكتمشي كتشوف راجلها كتسهر عنده، وهو كيجي عندها دائما، يعني تقريبا شي 5 المرات في العام ولا 4 على حساب الوقت ديالو. كانوا كيبغيو بعضياتهم ودائما كيدويو، والحمد لله عاشت في السعاده وقدر انه ينسيها في داك الهم. يعني بحال ديك المرحله الكحله اللي دازت في حياتها تخطاتها مع رشيد. بعد عام ونص حملات من رشيد، وكانت الفرحة كبيرة عندها وعند وليدها وعند امها، وكانت عاوتاني واحد الفرحة عمات على العائلة. الحاجة الوحيدة اللي يعني كتوشيهم وكتضرهم في خاطرهم هي ديك يعني ختها اللي ماتت مسكينة بسبب ديك الطعنة ديال الفقصة ديال بنتها، يعني اللي ادات خالتها، خانتها مع راجلها وخرجت للطريق بزاف الطين بله، يعني زادت استمرات، مشات للشيشه مشات للفساد. يعني هذا الشيء هو اللي بقى عندهم اسود يعني في القصه. بالنسبه لهم هما عاشوا السعاده والحمد لله، خير ربي كتير دفق عليهم. بعد ما دازت 9 شهور ديال الحمل ولدات واحد البنوته اللي سماتها شامه، وكانت الفرحه ديالهم تاني كبيره، يعني الحمد لله بقات عندهم المعيشه كلها افراح. شوف اي وحده كتبغي شي واحد وهو كيبغيها وكيصونوا بعضياتهم وكيحافظوا على بعضياتهم، كتكون واحد السعاده وكتكون واحد الفرحه. حنا دابا هاد القصه غير سمعنا ليها فرحنا لسمر، فرحنا ليها بزاف، لان ماشي اي وحده كدوز من الخيانه الزوجيه وكتعيش السعاده. كتطعن يعني ملي كتوصل، يعني كتشوف راجلك مع وحده وخصوصا مع بنت اختك، شي حاجه اللي هي قاصحه وقبيحه بزاف. ولكن بالنسبه لسمر تخطاتها. علاش؟ لان كانت عندها قوه الشخصيه، رغم انها مرضات وبكات وتفقسات، ولكن يعني تجاوزاتها، نساتها وخلات كل واحد يخلص الله. ما دارتش شي جريمه ولا دارت يعني ندير له بالمثل ولا نهائيا نهائيا. استمرت وكملت في الخدمه ديالها، يعني ودارت حياه جديده. كتب لها الله انها تلاقات عاوتاني بالولد اللي كانت كتبغيه اللي هو ولد عمها، ودازت الامور طيبه. يعني اي واحد خانته مراته يعني تستمر الحياه، خانت راسها. وبالنسبه للمراه اللي خانها راجلها حتى هو تستمر الحياه، خان راسو. دابا العيشه ديالو كيفاش دايره؟ العيشه ديالو صافي مبقاش هو كاع باغي العيالات. بالنسبه لهذا اللي كان تزوج بها بحال تعقد، لان مراته ما كدير ليه والو غير الزيغه، يعني تعقد ولا من الخدمه للدار، الدار الخدمه. الاخبار دائما بقات كتجيهم مره. وبالنسبه للاخرى اللي خانت خالتها مع الزوج ديالها بقات في طريق الفساد، يعني صافي هي بغات الفساد، بغات هذاك الوسخ مستنقع عاشت فيه. وبالنسبه لسمر عاشت الحياه ديالها وكانت امها راضيه عليها. امها طلبات من المسامحه، قالت لها بنيتي انا اللي فرضت عليك، يعني انتي صارحتيني وقلتي لي راكي باغا ولد عمك وانا خرجت عليك، ديتها غير في الفلوس وفي المظاهر. وكانت القصه ديالنا يعني هي هذه. نتمنى اللي وصل معنا حتى لهنا ما ينساناش من اللايك ومن البارطاج ورايكم في خانه التعاليق. بالنسبه لللايك البنات كيشجعنا، ما كيعطينا والو، غير كيخلي الفيديو انه يتقترح على بزاف ديال الناس باش كيستافدوا، لان هذا الشيء من واقع الحياه. وبالنسبه لرايكم يعني كانت شي حاجه خاصه دار ولا كنناقشوها في خانه التعاليق. ونتمنى هذا الفيديو او هذه القصه تنال الاعجاب ديالكم. الى قصه قادمه، وما تنسوناش من البارطاج باش الناس تاخذ عبره.